السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله فيديو جديد. دلوقتي انا جاي مشتل. المهم انا جاي المشتل ده عشان يعني بإذن الله جاي اجيب تربة، وانا عندي كل حاجة بس جاي اجيب تربة يعني عشان دلوقتي شهر 8 الجو لسه حر بس هنبدأ يعني نجيب كيس زي ده مثلا، بس عشان الواحد يبدأ الموسم بتاع الزراعة وكده. ف هعمل لكم كأنه فلوج كده او خطوة خطوة، تمام؟ من ساعة ما نشيل التربة لحد ما نزرع ان شاء الله. شوف يا جدعان، دي معانا النهارده ان شاء الله. الاسعار تقريبا بيقول في كذا انواع، يعني في نوع ب40، ده نوع الماني، وفي انواع نوع ب30، ده نوع بتاع المشتل باسم المشتل، يعني هم اللي عاملينه بنفسهم. في مخلوط بيقول ب20. تمام. بص يا جدعان، هي دي التربة المخلوط اللي بقول عليه. انا كلمت اصلا المدير، كنت بتسأله يعني، فقال لي ان ده احسن حاجة، بيكون في كل حاجة يعني رملة وسماد بلدي وبيتموس. تمام. فده هيبقى حاجة كويسة طبعا كتوفير سعر كده، ده بقى اوفر حاجة. المهم يا جدعان، ده النعناع، مش عارف الاسعار كام بس بقى، مش عارف، ريالين، ريال حاجة كده. اه. المهم يا جدعان، ده لافندر، ده روزميري. سبحان الله، يعني في فرق كده. انا كنت فاكر ده روزميري بس ده لافندر. يا جدعان زي ما قلت طلع بريالين. فهشيل دلوقتي، ناخد الحاجات اللي هي فيها طول كده. هو ده بتاع من تحت، جذور نازلة تحت، فده كده كده هناخده البيت هنقله يعني. انا بسرعة بس نشيله. شايفين ما شاء الله. هاخد كمان معايا يا جدعان، هاخد ريحان معايا يا جدعان. الحاجة اللي احنا جبناها كيس تربة مخلوطة، ده سماد ونعناية وريحانية، بس كده. بس يا جدعان دلوقتي انا نقلت النعناع، فالنهاردة هننقل الريحان. هنقل نبتة مثلا دي هنا والتانية هنقلها هنا او العكس. اول حاجة هبدأ املى الصيص او القصرية بالرمل او التربة. في خطة بس عايز اعملها، وهي اني احط شوية سماد كده، تمام، قبل ما اكمل الرمل كله، تمام، عشان يغذي النبات. لما الجذور تطول النبات يغذى من السماد ده. طبعا السماد محلل، تمام. تقول ايه انت بتقرفش، ده متحلل كده. بعدين هرجع اكمل طبيعي جدا. بعدين هنوصل للنسبة دي، هنبدأ نكبس كده يا جدعان، عشان نسد فراغات، لو في فراغات هواء أو أي حاجة، أي فراغات للهواء نسدها كويس. زي ما ضغطنا كده، وهنشيل النبتة كده زي ما احنا شايفين. أول حاجة نسقي الأول، تمام. بعد كده جبت المية اهي، وهنبدأ نسقي. شايفين؟ سهل لحد المية تنزل من تحت، تصرف من تحت. ابص كده يا جدعان، المية صرفت من فوق، بس انا بقى شفت تصريف من تحت، هي نزلت. شفت تصريف من تحت، خلاص نبدأ نسقي تاني. شايفين اهو، هسقي لحد ما نشوف تصريف من تحت عشان نبدأ ننقل النبات. يا جدعان بصوا، التصريف بدأ ينزل اهو، فكده تمام. بس استنى بس من فوق، انا سقيت مرة تالتة، استنى بس المية تنزل كده، وبعدين هنبدأ هنقل النبات. هو على طول المية صرفت، هنبدأ نعمل حفرة كده زي ما انتم شايفين، عشان ننقل النبات. شيل النبات كده واحطه هنا، دوس يعني نزل تحت شوية، تمام، بالراحة كده، دوس جامد عليه. هبدأ اساوي التربة كلها من فوق بعض. يا جدعان زي ما انتم شايفين. بعدين هروي النبات، بس كده شوية بسيط، انا زودت بس كده كفاية، خلاص كده فل. والنبات كده يكون زرع، وان شاء الله يكبر اكتر، يبقى حاجة جميلة جدا زي ما شايفين يا جدعان. برضو نقلت شتلة تانية بقى، اهو الشتلتين اهو النعناع نقلناها،
هياخدوا كام يوم بس عشان يفوق شوية والجو حر. فانا هدخلهم في يعني جوه البيت في مكان ظل كده، تمام؟ مش جوه البيت يعني، بس مكان ظل بعيد عن حرارة الشمس. دلوقتي اخر جزء في الفيديو، هزرع جرجير، تمام؟ بحاجة بسيطة جدا. دلوقتي انت لو عندك قصرية زي دي، او مش قصرية، دي بتكون جاية مع مش عارف بلح مثلا او ايا كان، بتيجي مع فواكه وحاجات كده يعني. فالمهم دلوقتي هنحط فيها رملة وبعدين او تربة، وبعديها هنرويها، تمام؟ وهنزرع جرجير ان شاء الله. زي ما شايفين دلوقتي يا جدعان، اهو حطيت. هبدأ برضو اكبس كده او اكدس مكان كويس عشان ما يكونش فيه فراغات هوا والمية، يعني نروي المكان كويس زي ما شايفين كده. دلوقتي بقى مينا مية وهنبدأ نروي، يعني ناخد بالنا كده واحنا بنروي يا جدعان، ماشي؟ بالراحة كده عشان دي نوع تربة أخف وكده، تمام؟ عشان متنزلش تربة بسرعة. هما هنفضل نعمل ماشيين كده بالطريقة دي حتى ما نرمي كل الجوانب، بالراحة خالص وبكل هدوء زي ما انتم شايفين كده، لحد ما نلاقي تصريف مية من تحت. دلوقتي المغرب أذن، الله أكبر الله أكبر. بس خلينا نكمل بسرعة عشان نلحق الصلاة وكده. زي ما انتم شايفين التصريف بدأ من تحت، نستنى بس هي بتنزل بسرعة المية، لأن هنبدأ نزرع على طول. الخطوة اللي بعد كده يا جدعان، هنبدأ نعمل زي بإيدينا كده حاجة زي خطوط، فاهم؟ شايفين خطين بالظبط، عشان مكان صغير أصلا مش كبير، فكفاية خطين. ما شايفين كده خط اهو، عملنا خط هنا يا جدعان. نعمل مسافة شوية كده، بعدين بعيد شوية، بعدين نعمل خط تاني. زي المنظر ده بالظبط يا جدعان، اهو في خط اهو وخط التاني اهو. الكمية بسيطة جدا زي ما انتم شايفين في ده يا جدعان، دي هتكون كمية لخط واحد، تمام؟ دي زيادة اصلا بس خلاها عشان احتياط، عشان في بذور مش هتطلع، فبنعمل احتياطاتنا، فاهمين؟ بص يا جدعان زي ما انتم شايفين اهو، نبدأ ننزل البذور على الخط كله. زي ما انتم شايفين يا جدعان، لو ركزنا نلاقي البذور هنا. الخطوة التالية بقى ان احنا هندفن الخط زي ما انتم شايفين، نعمل نفس الخطوة مع اللي هنا، واعمل الخط التاني واقفله زي ما انتم شايفين كده. نقفل كويس بكل بساطة برضو اهو. ندي راية خفيفة جدا، يعني بنتعامل مع البذور زي دي يا جدعان بالراحة، ورقيات وبذورها بالراحة، نتعامل معاها يكون بالراحة عشان بذورها صغيرة. عند خس، جرجير، الحاجات دي، ملوخية، كل دول. بس كده يا جدعان، تمام؟ واخر حاجة بس ان احنا هنحطهم في مكان يكون دلوقتي الحرارة بتوصل 50 الصبح، فهناخد بالنا ان احنا الصبح نحطهم في مكان تكون فيه يعني درجة وقت الذروة اللي هو الظهرية ده يكونوا في مكان ظل، تمام؟ وباقي اليوم عادي ممكن نحطهم برا عادي، ممكن نحطهم في مكان ظل بيوصلوا شمس طول اليوم، ده انسب حل. بس ما ينفعش يبقوا كده منهم للشمس، شايفين؟ ما ينفعش يكونوا منهم للسما كده. وقت الذروة بتلاقي الورق بيدبل وبيتحرق زي اللي حصل مع النعناع يا جدعان، شايفين اهو الورق بتاع النعناع، واخدين بالكم اهو. وبس ده كان الفيديو بتاع النهارده، كان معكم عبد، والسنة فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. الفيديوهات الجاية هنعمل فيها شتلات، هنجهز شتلات الطماطم
وشتلات خس، وهنعمل شتلات كتير ونزرع حاجات كتيرة جدا. وبرضه هنهتم بالحيوانات، وبرضه هنزرع حاجات للحيوانات، يعني نباتات مثلا زي برسيم مثلا، زي حاجة اسمها ضروة أو الأعشاب اللي هي بتاعت النباتات، الحيوانات اللي بتاكلها الحيوانات مفيدة ليهم. فده كان فيديو النهاردة، كان معاكم عبد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. يلا سلام.